جالي شغل لمدة أسبوع في مدينة جديدة بس بعيدة عني شوية. اتفقت مع 3 أصحابي وحددنا اليوم اللي هنسافر فيه، يوم الخميس الساعة 7 الصبح. اتجمعنا احنا ال4 وسافرنا للشغل، والساعة 11 ووصلنا الشقة اللي هنشتغل فيها، كانت في الدور السادس. غيرنا هدومنا وقلت لأصحابي احنا نرتاح النهاردة يا رجالة من السفر، وبكرة ان شاء الله نبدأ شغلنا في الشقة ديت وعايزين ننجز فيها بسرعة. قالوا لي ان شاء الله الشقة ديت هتخلص قبل الاسبوع اللي اتفقت عليه كمان. قلت لهم الله المستعان. طب تعالوا يا رجالة نقف في البلكونة شوية، بس قبل ما نقف في البلكونة لازم نحضر الطقوس اللي متعودين عليها، سماعتك وهوتك واجهز علشان سهرتك. بعد ما دخلنا لقيت بلكونة الشقة اللي قصادنا قاعد فيها 4 شباب. اتعرفنا على بعض ودار بينا حوار، وعرفتهم ان احنا جايين نشتغل هنا لمدة اسبوع. لقيت المهندس احمد صاحب الشقة قال لي لو مفيش مانع تبقى تيجي انت واصحابك تقعد معانا شوية. في البداية فضلت اعتذر منه، بس لما لقيته مصمم وافقت وقلت له خلاص بالليل ان شاء الله هنيجي نقعد معاكم شوية ونشرب الشاي كمان. الساعة جت 8 العشاء، نزلت انا واصحابي ودخلنا العمارة اللي قصادنا وطلعنا لشقة المهندس احمد. هزرنا وضحكنا مع بعض واتكلمنا في كذا موضوع، وفي نهاية كلامنا طلعت الموبايل بتاعي وخدنا صورة سيلفي مع بعض. نزلنا من عندهم وطلعنا للشقة اللي هنشتغل فيها. دخلنا نمنا، وتاني يوم بدأنا شغل. بيعدي يوم والتاني ولقيت المهندس احمد جاي لي الشقة بيقول لي ان اصحابه سافروا امبارح وانه جه يسلم عليا انا والرجالة. المهم انا فرحت جدا بيسألوا عليا، سلمت عليه انا واصحابي وكملنا شغلنا. عدى الاسبوع بسرعة وكنا خلصنا شغل في الشقة ونزلنا البلد. حسبت اصحابي وقلت لهم على تليفون بقى يا رجالة لو في شغل جالي هبلغكم على طول. رجعت البيت ودخلت نمت، صحيت مفزوع من نومي على صوت اخويا وهو بيقول لي صاحبك خالد عمل حادثة ومات. قلت له خالد مين؟ قال لي خالد صاحبك القريب منك اللي كان مسافر معاك في الشغل. قلت له وهو اتدفن ولا لسه ولا فين؟ انت قال لي ايه ده؟ طيب بس انا عرفت انهم جابوه من المستشفى وهو في البيت دلوقتي. نزلت جري زي المجنون، وقبل ما اوصل لبيت خالد لقيت ناس كتير خارجين من الشارع وشايلين خالد ورايحين يدفنوه. مشيت معاهم وانا مش مصدق اللي حصل، ده كان لسه معايا. في لحظة كده يموت ما بقتش قادر املك اعصابي. دخلنا الجامع صلينا على خالد ورحنا للمقابر، وبعد ما دفناه رجعت للبيت، بس حالتي النفسية كانت زي الزفت. بعد يومين لقيت صحابي التانيين شريف ومصطفى اللي كانوا معايا في الشغل واحنا مسافرين جايين للبيت يقعدوا معايا شوية، وبدأنا نفتكر ذكرياتنا مع خالد. محدش فينا قدر يتملك نفسه، وغصب عننا كلنا بقينا بنعيط. دعينا له بالرحمة ولقيتهم قالوا لي احنا جايين نعرفك ان في شغل، هتطلع معانا ولا لأ؟ قلت لهم معلش يومين كده. قالوا لي خلاص احنا هنسافر، ولما تلاقي نفسك تمام كلمنا، ولو حبيت تيجي تعالى. قلت لهم ماشي وسلمت عليهم. وفاة خالد كانت صدمة كبيرة جدا ليا، أثرت فيا بجد، لأنه ما كانش مجرد صاحب ولا زميل شغل، لا ده كان أكتر من أخ. بس الصدمة الكبيرة بقى اللي كسرتني هي موت شريف ومصطفى، أصحابي. أيوة اللي كانوا قاعدين معايا وبيكلموني. العربية بتاعتهم وهم مسافرين اتقلبت بيهم في البحر وغرقوا. أنا كان بيتهيألي إني بحلم. أصحابي ال3 وعشرة عمري يموتوا ورا بعض كده مفيش سبب، في ثانية كده يسيبوني ويمشوا، وبدل ما احضر فرحهم احضر جنازتهم. ما بقتش عارف ايه اللي بيحصل. حبست نفسي في الأوضة مانع الأكل والشرب ولا بكلم أي حد في البيت. وفي يوم مسكت التليفون بتاعي وبدأت أقلب في صوري مع أصحابي وأنا عمال أعيط. كل صورة كان ليها ذكرى، كل موقف وكل خروجة كنا فيها مع بعض عمري ما هنساها. مسحت دموعي وتنحت في الموبايل وابتدت ضربات قلبي تزيد، وخفت لما لقيت الصورة السيلفي اللي أنا خدتها أنا وأصحابي مع المهندس أحمد وأصحابه فيها حاجة غريبة. المهندس أحمد وأصحابه مكان عينيهم كان فارغ تماما، كأن موجود حفرة صغيرة. ما بقتش عارف هل ده من الكاميرا ولا الإضاءة في الشقة ولا إيه بالظبط، بس جوايا إحساس إن في حاجة مش طبيعية. غيرت هدومي ونزلت ركبت تاكسي ووصلت البيت المعلم محمود اللي جاب لي الشغل. اما وصلت قابلته وسلمت عليه وقلت له الشقة اللي كنا شغالين فيها يا حاج محمود انا واصحابي فاكرها؟ قال لي ايوه مالها؟ قلت له صحابي الله يرحمهم. قال لي البقاء والدوام لله يا ابني. المهم يا حاج العمارة اللي كانت قصادنا
كان فيها مهندس اسمه المهندس احمد، انت تعرفه؟ لقيته بيبص لي كده باستغراب وقال لي ايوه طبعا انا عارفه، بس انت تعرفه منين؟ قلت له سيبك مني دلوقتي، انت تعرفه بجد؟ قال لي ايوه يا ابني، انا اللي اشتغلت في شقته اصلا، بس ده مات في حادثه من شهر، هو واصحابه كانوا رايحين مصيف والعربيه اتقلبت بيهم وماتوا، والشقه مقفوله من وقتها. قلت له ماتوا ازاي يا حاج محمود؟ انت بتشتغلني ولا ايه؟ بقول لك انا كنت قاعد معاه هو واصحابه، واتكلمنا انا واصحابي معاهم وشربنا شاي. قال لي يا ابني والله العظيم زي ما بكلمك كده، انا هكدب عليك ليه؟ قلت له طيب خلاص سلام. نزلت من عنده وانا مش مصدق اللي سمعته، بس كنت بحاول اقنع نفسي ان كلام الحاج محمود ده صح. شكل المهندس احمد واصحابه اللي في الصوره السيلفي اللي شفتها بتثبت صحه كلام الحاج محمود، والغريب ان اصحابي التلاتة ماتوا في حادثه نفس موتة المهندس احمد واصحابه اللي الحاج محمود حكالي عنها. بقيت خايف قوي ومرعوب، حسيت ان حياتي بتنتهي قصاد عينيا. قلت لنفسي معقولة يعني موت صحابي ليه علاقة بالصورة السيلفي؟ لمجرد صورة خدناها مع المهندس احمد. كمية افكار كتيرة قوي جوايا وما عدتش قادر اتحكم في اعصابي. وقفت تاكسي وركبت، بعدها بدقيقتين لقيت امي بتتصل عليا بتقولي تعالى بسرعة ابوك تعبان. قلت لها حاضر انا 10 دقايق وجاي على طول. قفلت معاه وقلت له بسرعة يا اسطى والنبي ابويا تعبان، عايز الحق اطمن عليه. لقيت السواق بيبص لي وبيقول لي مش هتلحق توصل. حطيت ايدي على الكرسي اللي انا قاعد عليه وبدات ارجع لورا، وضربات قلبي بقت سريعه لما لقيت سواق التاكسي وهو بيبص لي هو المهندس احمد. تصبحوا على خير.